اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الساعاتي. عارفين كاسيو ابتدت ازاي؟ مش هتصدقوا. ناس كتير فاكره ان كاسيو ابتدت من الالات الحاسبه، بس مش دي الحقيقه. كاسيو ابتدت في حاجه ابعد ما تكون عن الساعات والالات الحاسبه والتكنولوجيا. اصلا ابتدت من اختراع خاتم عشان شرب السجاير لغايه اخر نفس. شريبه السجاير، عارفين ان زمان كان السجاير ملهاش فلتر، عشان كده اخر جزء في السيجاره ما كانش بيتشرب وكان بيترمي. فجه المهندس الزميل تداوا كاشيو واخترع الخاتم ده سنه 1946 وكسر الدنيا. واليابان كانت لسه طالعه من الحرب العالميه الثانيه ومتدغدغه تماما، وعمل شويه فلوس كويسه وقرر هو واخواته يدخلوا مجال التكنولوجيا وبالاخص في الالات الحاسبه. في الوقت ده كان اغلب الالات الحاسبه الات ميكانيكيه ضخمه ومعقده. سنه 1954 قدموا نموذج اولي لاول اله حاسبه الكتروميكانيكال، وفي سنه 1957 تاسست رسميا كاسيو كمبيوتر كومباني، وفي نفس السنه قدموا اول اله حاسبه الكترونيه بالكامل، عدد زراير اقل، شاشه واحده، وسهله الاستخدام، وده خلاها تنتشر بشكل كبير جدا. التحول الكبير حصل لكاسيو لما قدموا سنه 1974 اول ساعه رقميه كاسيوترون. دي كانت اول ساعه يد في العالم فيها تقويم، في الوقت اللي كانت كل الساعات اللي موجوده يا ميكانيكيه يا كورس بسيطه جدا. سنه 1977 قدموا ساعتهم اف 100، ودي كانت اول ساعه مصنوعه من الريزن، وده بلاستيك مقاوم، وده خلى الساعات اخف وارخص واسهل في الانتاج. ودي كانت خطوه ذكيه جدا ساعتها، خلت كاسيو تخش كل بيت. سنة 1983 ظهرت الأسطورة جي شوك، ودي ساعة ما بتتكسرش. الجي شوك اتعملت عشان تتحمل الصدمات والمية والظروف القاسية. في الأول السوق استغرب الساعة، بس بعد كده تقبلوها بشكل كبير، وبقت الساعة الأولى للرياضيين والعسكريين والناس اللي عايزة ساعة تعيش معاها العمر كله. إن شاء الله هبقى أعمل حلقة مخصوص عن جي شوك. سنة 1989 عملوا ساعتهم الأيقونية F-91W. الساعة دي على قد ما كانت بسيطة جدا بس بقت أسطورة، ساعة دقيقة وبطاريتها بتعيش كتير وتستحمل الاستخدام اليومي. والنتيجة إن الساعة دي بقت أكتر ساعة مبيعا في التاريخ، بينتج ويباع منها ملايين القطع كل سنة. كاسيو موقفتش ابتكار، وعمل الساعات بتعرف كذا توقيت، وساعات فيها حساسات بوصلة وارتفاع وضغط جوي، وساعات بتشتغل بالطاقة الشمسية، وساعات بتظبط نفسها مع إشارات الراديو والجي بي اس، وفي نفس الوقت حافظت على فلسفتها، قيمة حقيقية مقابل سعر. ساعات كاسيو معروفة النهاردة إنها اعتمادية وعملية، سواء الساعة ب $30 أو $500. أشهر سلاسل ساعات كاسيو جي شوك، إديفيس، بروتريك. الساعة اللي معانا النهاردة كاسيو A168W-1، وفي رأيي هي أعظم تمثيل لفلسفة كاسيو في الساعات، وأحسن أول ساعة كاسيو تشتريها أو تجيبها لابنك لو عايز تجيب رجله وتحببه في عالم الساعات. الساعة دي ظهرت سنة 1995، وكانت أول ساعة تستخدم الإضاءة الخلفية بدل اللمبة المايكرو التقليدية، ودي لوحة رفيعة تحت الشاشة بتنور الشاشة كلها بالتساوي، والتكنولوجيا دي اسمها الكترولومينانس. والساعة بقت موديل كلاسيكي مستمر في الإنتاج لغاية النهاردة. ساعة تصميمها بسيط ومرن بيخليها مناسبة لكل الأعمار وكل الناس، عشان كده في 2011 كسبت جايزة جود ديزاين لونج لايف ديزاين في اليابان، وده بيأكد على قيمتها كساعة عملية وكساعة عصرية في نفس الوقت. تعالوا سوا نشوف الساعة كاسيو دي بتقدم ايه. قبل اي حاجة شوت الاسبريسو المظبوط. وادي الساعة الكاسيو ال A168W-1. الكيس دايمنشنز النهاردة عشان الكيس شكلها مستطيل هنتكلم عن الارتفاع والعرض. الارتفاع 38 ملي و6 من عشرة، أعرض نقطة 36 ملي و6 من عشرة، والتخانة بتاعت الساعة 9 و6 من عشرة ملي، واللاج ويتس 18 ملي، لكن البريسلت شايفين ان هو مرفرف بره اللاجز شوية فوصل 21 ملي، وبيتيبل ل 15 ملي في أرفع نقطة. تصميم الكيس زي ما احنا شايفين هنا مستطيل، والخامة المعمول منها الكيس هي الريزن، وده بلاستيك مقوى، لكن هي مطلية عشان تبان انها معدن لكن مش معدن. البريسلت هو من الستانلس ستيل، وده معمول عن حاجة اسمها فولدد لينكس، بتبقى شيتات ستانلس ستيل وبتتضغط وتتكبس عشان تدينا شكل اللينك ده. يبقى شكلها مش بطال، لكن طبعا جودتها مختلفة كتير جدا وأقل من السوليد لينكس اللي موجودة في الساعات التانية، لكن ده بريسلت اقتصادي مناسب لسعر الساعة. الكيس باك هنا ستانلس ستيل وسكرود في العلبة عن طريق الأربع مسامير دول، وده بيخلي تغيير البطارية سهل. أي مفك نضارات يتفك بيه الظهر وتاخد بالك من الجوان، تغير البطارية وتركب الظهر تاني وتربط الأربع مسامير. والموديول اللي موجود في الساعة هنا رقمه 3298، وده بيبقى فيه الساعة والكالندر وألارم وستوب ووتش. والموديول برضو فيه باك لايت، والبطارية اللي بيستخدمها CR2016. والاكيوريسي بتاعت الموديول ده حوالي بلس اور ماينس 30 ثانية كل شهر. طب الموديول ده بيشتغل ازاي؟ عندنا هنا الباك لايت او الكترولومينس، ده الزرار بتاعه، وعندنا ده الزرار بتاع ال 12 وال 24، وعندنا الزرار ده اللي بيغير المود ما بين الالارم والستوب ووتش، ويتادجست الثواني والساعات والدقايق والشهر واليوم واسم اليوم
ترجع تاني زي ما كنت. الموديول بصراحة سهل وبسيط في استخدامه زي ما احنا شايفين، والثلاث زراير كل زرار مكتوب عليه الفانكشن بتاعته، فبيسهل عملية الاستخدام. الإزاز اللي موجود هنا مهوش إزاز، هي حتة بلاستيك بتغطي الشاشة ال LCD عشان توفر لها الحماية. الساعة مريحة وخفيفة، وزنها حوالي 50 جرام. أوريكم الساعة على إيدي، أنا رست إيدي 17.5 سنتي. بصراحة الساعة شكلها مش صغير، يعني الساعات المربعة أو المستطيلة مقاساتها حتى لو أصغر لكن بتبان أكبر على الإيد عشان مهياش مدورة. بصراحة الألوان الموجودة على الدايل بتميز الموديل ده، زي الإلكترولوميننس اللي محطوطة في الأزرق، واللومينيتور اللي بالأحمر، والووتر ريزيستنس اللي بالذهبي، كل ده على الباك جراوند الأسود مع الريزن السيلفر كلر. بصراحة عاملين ماتش وكونتراست لطيف، ويخلي الساعة دي شكلها مميز وريكوجنايزد من بعيد ومن أي حد. هنشوف دلوقتي خاصية الإلكترولوميننس في الضلمة. هنشوف الساعة في الإضاءة الطبيعية خلال الريست رول، وبعد كده نخش على البوكيت شوت. ايه مميزات الساعة الكاسيو ال A168؟ ساعة خفيفة جدا ومريحة جدا، ومش هتحس ان انت لابس حاجة. تصميم تايمليس يعيش العمر كله من غير ما يبطل. قيمة مقابل سعر، وسعرها هايل جدا على اللي بتقدمه. خاصية الالكترولومينس بتخليك تقرا الساعة في اي ظروف، مع ان للاسف كاسيو ابتدت تلغيها من موديلات كتير عشان توفر في استهلاك البطارية. من مزايا الساعة برضو ان تغيير البطارية سهل جدا، ما انتش محتاج اكتر من فك نظارات وتفك الظهر وتغير البطارية وتقفلها تاني. عيوب الساعة الكاسيو ال A168 ايه؟ البريسلت بصراحة بيشد شعر الايد، لازم تشحم جوان عزل المية كويس وانت بتغير البطارية بتعيش اقل من الموديلات التانية عشان الالكترولومينس تكنولوجي بتستهلك كتير من البطارية. شكلها هيبان صغير على ايدك لو ريستك اقل من 18 سم. تشتري الساعة الكاسيو ال A168 امتى؟ لو بتدور على ساعة ديجيتال ومريحة وعملية، لو عايز تجيب لابنك ساعة تستحمل وسهلة القراية، لو نمط حياتك كاجوال ورياضي بالكامل، دي من ساعاتي المفضلة وانا رايح الجيم. طب ما تشتريهاش امتى؟ لو نمط حياتك رسمي وعايز ساعة واحدة بس. لو ريستك اكبر من 18 سم هتبان صغيرة في ايدك، مع اني لقيت ناس ريستهم كبير ولابسينها وشكلها حلو على ايديهم، بس هي اذواق. انا كده خلصت. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات في الساعة الكاسيو ال A168، ويا ترى بتقدم فعلا قيمة حقيقية مقابل سعر؟ وقولوا لي برضه عايزين تشوفوا ايه في الحلقات اللي جاية. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم، واعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. انا سامر جمال ودي قناة الساعات. اشوفكم الحلقة الجاية.